وازاي بقى بنطلع الجبل وازاي بننزله وايه الحاجات اللي بنقابلها في الطريق. وفي الطريق لقينا فتحه كده في نص الجبل، وغالبا ده كان كهف كبير جوه الجبل. حبينا نطلع الجبل، طلعنا الصبح. الحمامات نفسها حلوه. وبعد ما شربوا سيدنا موسى دعا ربنا ان الميه دي تفضل علاج وشفاء لكل الناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بقى هصور لكم فيديو عن جبل بتاع حمام موسى وايه اللي حصل لما سيدنا موسى عدى من هنا. هوريكم الطريق من اول ما نطلع من البيت لحد ما نوصل لحد الجبل، وطلعنا بقى وهوريكم اليوم كله وازاي بقى بنطلع الجبل وازاي بننزله وايه الحاجات اللي بنقابلها في الطريق، وهصور لكم اليوم كله وكل شويه هطلع احكي لكم جزء. واهم حاجه قبل ما ابدا الفيديو انزل اشترك في القناه واعمل لي لايك، ويلا بينا بقى احكي لك الحكايه كلها. في البدايه ركبنا الميكروباص اللي هيوصلنا لحد طريق حمام موسى، ولما وصلنا فشباب الكشافه فضلوا يقسموا نفسهم لمجاميع وكل مجموعه بتطلع مع نفسها. المهم يعني بدانا نطلع والطريق كان طويل وكان معظم الاماكن ما فيهاش اي شبكه، ومنك بقى للجبل والسماء. وخلي بالك ان طلوع الجبل من ورا اصعب بكتير من مكان طلوعه من عند الحمام. وفي الطريق كده واحنا طالعين الجبل لقيت في مكان ممكن اكتب عليه، فمسكت الحجر وبدات اكتب كده على الجبل وكتبت ابن سينا عشان اي حد يعدي من هنا يعرف ان انا كنت موجود. وفي الطريق لقينا فتحه كده في نص الجبل، وغالبا ده كان كهف كبير جوه الجبل. والصراحه يعني فالفضول خدنا انا واسلام ومحمد ودخلنا جوه جامد. وبعد ما دخلنا 5-6 متر كده فالحراره زادت قوي، وقررنا ان احنا لازم نطلع علشان احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يطلع لنا من جوه، عقرب الناحيه دي ولا تعبان ماشي كده ولا حتى كلب يقابلنا. وخرجنا وكملنا طلوع لفوق الجبل لحد ما الحمد لله وصلنا. وصراحه يعني المنظر من فوق مفيش احسن من كده، فشكل الجبل بقى مع البحر والشمس والطريق حاجه منتهى الخيال. ولما وصلنا فوق كان الظهر اذن وتوضينا بقى وصلينا وارتحنا شويه. وبعد الصلاة كلنا اتجمعنا وقعدنا مع بعض وفضلنا نهزر ونضحك شوية، وبعد كده اخدت اسلام ونزلت عشان نصور الحمام من تحت. ولما دورت وبحثت في الموضوع لقيت ان في كذا قصه وكذا حكايه بيتقالوا عن جبل وحمام موسى دول. يعني مثلا بيتقال في بعض الحكايات ان سيدنا موسى وقومه لما كانوا معديين من هنا وما كانوش لاقيين اي ميه يشربوها، فالمكان ده بقى كانت صاحبته ست عجوزه، ولما حست ان سيدنا موسى وقومه معهمش اي مقابل عشان يديهولها عشان تشربهم، قالت لهم بقى ساعتها ان الميه دي غير صالحه للشرب خالص. وساعتها بقى سيدنا موسى دعا ربنا وقال له فيما معناه يعني يا رب لو الميه دي كانت صالحه للشرب خليها ما تصلحش للشرب وتكون علاج للناس مدى الحياه. وبالصدفه لما وصلنا عند مدخل حمام موسى بالظبط لقينا ان جامعه الزقازيق عامله رحله لشباب الجامعه هناك، وهو ده بقى كان رايهم في المكان. يعني احكوا لنا بقى اليوم معاكم مش ازاي، انتوا مين اللي ظبط معاكم الرحلات، الدنيا مشيت ازاي؟ اتكلم انت الاول. ظبط معانا الدكتوره زينب قسم كيمياء وحيوان، والدكتور محمود عبد العاطي، وبصراحه كل الدكاتره بلا استثناء زي اخواتنا الكبار وابهاتنا واكتر كمان قايمين معانا بالواجب وزياده من اول ما طلعنا. طب انت اول مره تيجي هنا؟ طبعا اول مره اجي هنا. طب انت مش اخر مره يعني ان شاء الله. طب انت عارف قصه المكان او انت ايه اللي خلاك تيجي اصلا؟ يعني ايه اللي خلاك توافق ان انت تيجي هنا؟ اللي خلانا نيجي ان ده يعتبر مكان من ايام سيدنا موسى، يعني يعتبر مقدس، ان هو كان ربنا ابتلاه في جسده، فجه هنا ربنا. الميه دي يعني ميه طبيعيه جايه من بطن الارض، ودعا ربنا ان هو يشفيه، وربنا بعت له الميه دي ان هو وشفي بيها ان شاء الله. طب انت بقى يعني ناوي بعد كده تيجي تاني؟ ان شاء الله باذن الله. يعني انت حبيت ايه في المكان؟ والله المكان حلو قوي. طلوع الجبل، حبينا نطلع الجبل، طلعنا الصبح. الحمامات نفسها حلوه، استمتعنا بيها يعني كاولاد مع بعض واصحاب. الموضوع حلو، والدكاتره برضه يعني كلنا كاسره مع بعض، يعني الموضوع حلو. اهم حاجه اتبسطتوا يعني؟ الحمد لله ان شاء الله. تحب تقول ايه في الاخر بقى؟ طبعا هو المكان جميل، ده اول حاجه، يعني هدوء وقمر وحاجه كده، جبال وبحر، حاجه جميله. فانا احب اشكر السيد المحافظ ورئيس المدينه يعني، واشكرهم كلهم بجد على مجهودهم وان هم يسمحوا ان احنا نتفرج على الجمال ده. وبرضه من القصص والحكايات اللي اتحكت عن حمام موسى ده ان سيدنا موسى كان معدي من هنا هو وقومه لما كانوا هربانين من فرعون، ولما وصلوا هنا كانوا عطشانين جدا ومش لاقيين اي ميه يشربوها. فساعتها بقى سيدنا موسى دعا ربنا عشان يلاقوا ميه ويشربوا. ربنا استجاب ليه وطلع له الميه من تحت جوه في الجبل ده. وبعد ما شربوا سيدنا موسى دعا ربنا ان الميه دي تفضل علاج وشفاء لكل الناس. ازي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. اسم حضرتك ايه؟ دكتور محمود عبد العاطي. حضرتك دكتور في جامعه ايه؟ كليه العلوم جامعه الزقازيق. وحضرتك؟ زينب محمد البشير، استاذ في كليه علوم الزقازيق. طب هو حضرتك جيتوا النهارده ازاي بقى؟ احكوا لنا اليوم مش معاكم ازاي؟ احنا يعني كل سنه بنيجي رحله علميه هنا. انا من ضمن الحاجات اللي بدرسها ايكولوجي، فبحب ان الطلبه يشوفوا فعلا كل حاجه على الطبيعه يعني. فانا بحبهم العيال الطلبه يجوا يتفرجوا ويشوفوا الجمال ده. خساره يبقى هنا في مصر الجمال ده كله وما يشوفوش. طب هو حضرتك اول مره تيجي هنا؟ لا انا باجي كل سنه. يعني المفروض حضرتك اول سنه، بس دول يعني بيتغيروا. الطلبه ثالثه ورابعه بقى طب بيتغيروا. هم يعني انت قلت لهم ايه عشان يجوا بقى؟ يعني انتوا اقنعتهم ازاي عشان يجوا المكان؟
انا قلت لهم دي طبعا رحله علميه اصلا موجوده في المقرر عندنا يعني. فقلت لهم هنروح ونشوف احنا بنتكلم عن البحر وعن الصحراء وعن المحميات الطبيعيه، تعالوا نشوف المحميات الطبيعيه. فحقيقه انا لقيتهم مبسوطين، قالوا احنا عمرنا ما رحنا ما شفناش المحميات الطبيعيه. فلما جم بينبسطوا فعلا يعني. وبيشوفوا حاجه ما قروها يعني. الطلبه لما يشوفوا الحاجات دي ويشوفوا قد ايه ان الناس بتساعدهم وفرحانه بوجودهم، بيحبوا المكان، بيحسوا ان هم مهمين عند بلدهم. طب هو يا دكتور، وحضرتك لما جيتوا هنا جيتوا حمام موسى بس ولا هم لفوا في الطور وشرم؟ والله حقيقة رحنا سانت كاترين النهارده؟ لا امبارح. منطقة مميزة طبعا، لها أجواء روحية عالية. وكملنا اليوم بقى بالليل في ضواحي الطور الجميلة، وكان معنا شخصية جميلة قوي، لففنا بقى على الأماكن الجميلة والمساجد الشهيرة. طب أهم حاجة يعني اتبسطتوا هنا لما جيتوا النهارده؟ انبسطنا، وكمان عجبنا قوي ان الناس متعاونه يعني. انت حتى لما تقف في الشارع وتسال حد تلاقيه مبسوط بيكم، اعمل لكم ايه. كمان في عندنا ناس برضك، الاستاذ محمد الحسيني جه معانا والاستاذ طه صقر وعمرو يعني معانا في كل حته يعني. حتى احنا يعني من غير ما نطلب، لا تعالوا شوفوا هنا الحاجات دي. فدي شيء جميل ان احنا نلاقي الروح الحلوه دي هنا. القصة الثالثة اللي سمعتها عن المكان هنا، فبيتحكي يعني ان سيدنا موسى كان عنده مرض جلدي في جسمه، ولما فضل يدعي ان ربنا يشفيه، فربنا قال له انه يروح المكان ده والمية اللي فيه هتعالجه. وفعلا المية دي عالجته، وساعتها سيدنا موسى دعا ربنا ان المية دي تفضل شفاء وعلاج لكل الناس لحد يوم القيامة. بصراحة يعني انا دورت كتير جدا ومعرفش انهي قصة من دول هي الحقيقية، فقلت احكي لكم عن القصص كلها وانتوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات يا ترى انهي واحدة اللي صح. وايا كان حقيقة القصص دي وان كانت صح او غلط، فالثابت والاكيد ان سيدنا موسى وقومه عدوا من هنا ودعا ربنا ان المية دي تفضل شفاء وعلاج للناس لحد يوم القيامة، وربنا استجاب له وجعلها مياه كبريتية وعلاج لكل الامراض الجلدية اللي بتيجي للانسان. والحقيقة انا جيت هنا كتير جدا، واي حد عايش هنا في الطور فبيجي المكان ده كتير عادي. ولما عرفت قصة المكان ده وعرفت ان سيدنا موسى اللي كان بيكلم ربنا عدى من نفس المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي، فتفكيري ونظرتي للمكان اختلف قوي. وازاي انا دلوقتي موجود في مكان سيدنا موسى عدى من هنا ودعا ربنا انه يكون علاج لكل الناس، فازاي بجد المكان ده مش مشهور والناس كلها عارفاه وبتجيله من كل مكان في العالم علشان يشوفوا الجمال ده كله ويجوا يتعالجوا بالمياه الكبريتيه اللي هنا. فشير فيديو بقى لكل اصحابك وقرايبك، ولازم تيجي الطور وتنزل حمام موسى هنا. وبرضه موجود في نفس المكان غير العيون الكبريتيه اللي هنا، ففي حمام سباحه للكبار وحمام سباحه للاطفال. ولازم نشجع كل الناس ونعرفهم مكان حمام موسى وقد ايه المكان ده مهدور حقه كمكان سياحي وديني وعلاجي. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو والمكان عجبكم، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتقولوا رايكم في الكومنتات وتشيروا الفيديو بقى لكل اصحابكم، وان شاء الله تنورونا هنا في اقرب وقت. واي حد حابب يجي الطور هنا ويروح حمام موسى يكلمني وانا هروح معاه وافرجه المكان كله. وبس كده، اشوفكم بقى الفيديو الجاي. سلام.